القرار اللي صدر مؤخرا على المفوضيه الاوروبيه اللي تبع الاتحاد الاوروبي هو كيتعلق بطريقه الحصول على فيزا شينغن. بمعنى ان فيزا شينغن ما بقاوش ياخذوها، يعني المواطنين المغاربه ما باقيش غادي يطلبوها بالطريقه الاعتياديه اللي كانت، يعني ما يسمى بالطريقه الحضوريه، انك تاخذ واحد الموعد وكتجمع الوثائق وكتمشي لعند يعني الجهه اللي كتعمل كواسط وكتعطي كتاخذ هاد الملفات وهاد الوثائق كتدرسهم، على اساس من بعد كتعطيهم يعني القنصليه من اجل دراسه الملف وبعد ذلك الجواب على هاد الطلبات اما بقبول او رفض منح تاشيره فيزا. لكن مؤخرا هذا القرار صدر بان هذه الطريقه سوف يتم تغييرها، غتغير وغتولي الفيزا تولي الكترونيه. حتى المواعيد يعني ما غتبقاش. هذا علاش جات لعده اسباب، لان كما كنعرفوا كانت واحد الموافقه مبدئيه من الاتحاد الاوروبي في يونيو الماضي، ولكن في هذا الشهر 11 هذا كان القرار النهائي اللي هو بشكل رسمي غيتم اعتماد هذه الطريقه ابتداء من 2024. يعني غيكون واحد الاعداد ديال واحد المنصه الكترونيه او تهيئ منصه الكترونيه، واحد البلاتفورم اللي غيوليو المواطنين المغاربه اللي غيبغيو يتقدموا بطلبات ديال الحصول على الفيزا انهم مجبرين باش يدخلوا هذه البلاتفورم هذه، هذه المنصه هذه، وانهم يملؤوها ويرفقوها بالبيانات اللي غتكون يعني كما كنقولوا سكاني بواحد الفورم ديال البي دي اف. السبب اللي خلى ان هذا الاعتماد ديال هذا هو في حد ذاته ربما سبب وجيه، ولكن رغم ان عند ذلك الا كانت عنده ايجابيات كاين واحد السلبيات، لان باش نحاربوا ديك الظاهره ديال احتكار المواعيد، لان كانت كما كنقولوا واحد نقدر نقولوا عصابات او بعض الاشخاص اللي ولا كيديروا مافيا المواعيد فيزا. لان احيانا مثلا كيجي واحد الشخص كيبغي يرغب في الحصول على موعد الفيزا ما كيلقاش، كيضطر انه مثلا نعطيك مثال، حنا في شهر 11 الا بغى موعد مثلا بقى كيقلب حتى شهر واحد، بغى على الشهر 6 ديال العام الجاي غيلقاه ما بقاش. هاد الناس كانوا كيحتكروا واحد المواعيد، كيدخلوا كيديروا واحد الحسابات وهميه وبالبريد الالكتروني وكيحتكروا هاد المواعيد هذا، وكتولي تبيع انت كتاخذ موعد مجاني، كتولي مع هاد السيت تخلص له 500 درهم 1000 درهم باش يعطيك الموعد عاد المصاريف ديال الفيزا فما ذلك. فحتى هذه المساله هذه رغم ان تدخل مثلا ديال بعض الدول، نعطيك مثال غير اسبانيا فرضوا واحد الطريقه جديده، هو ان مثلا خصك تدخل تنشا واحد الحساب الكتروني، تسكاني الصوره ديالك، دير واحد لا فيديو، ولاو كيديروا المواعيد كيعطيوها مره في الاسبوع لمده ساعه. رغم عن ذلك تم يعني التحايل على هذه الطريقه، فبالتالي تم التفكير في هذه القضيه هذه من اجل محاربه هذا الاحتكار. هناك يعني اسباب اخرى اللي كتعلق بالجانب الامني بالدرجه الاولى، وبجانب ديال ضبط المعطيات ديال الاشخاص اللي راغبين يحصلوا على الفيزا. بمعنى ان هذاك الطالب الفيزا كان كيعطي طلبات ورقيه، ما كيعطيش واحد يعني المعلومات كتكون هي مضمنه في الاوراق ماشي في البلاتفورم. حتى العنصر ديال الزمن، حيت ملي كانت مثلا هذه الدول ملي كتقوم بدراسه طلبات الفيزا كتاخذ وقت، لانها ورقيه خصها دير لها هذاك لا سيزي، خصها تسيزيها في البلاتفورم، فهنا بالتالي انت كتسهل عليها وكتربح الوقت. ملي كتعطيك واحد المنصه الكترونيه وكتقوم انت بالملء ديالها، فبالتالي كتسهل عليها ربما في وقت وجيز 5 دقائق 10 نص ساعه البيانات كلها اصبحت يعني متاحه لتلك الدول، ماشي غير يجيب الوراق وعاود نتيزي وملف بملف. اذا هنا كاين حتى العنصر ديال السرعه لمعالجه ديال هاد الطلبات بشكل وزيز، باش ما تخليكش تمشي لشي دوله اخرى تاخذ الفيزا عندها. هذا من جهه ان ديك المصاريف كتقول لك اللهم ناخذها انا ولا تاخذ دوله اخرى منافسه. اذا هنا كاين عنصر المنافسه، هذا من جهه. من جهه ثانيه حتى كيبداو يضبطوا المعلومات على ديال الاشخاص اللي غيتنقلوا لتلك الدول، مثلا اسبانيا ولا فرنسا ولا هولندا ولا اي دوله. ملي كيجي واحد الشخص وكيحصل على يقدم طلب باش ياخذ الفيزا، المعلومات ملي كيمرت لك في المنصه الالكترونيه كتولي متوفره عندهم في الحين، بمجرد ما كدير الارسال اي اونفوي هي ولات عندهم، كيوليو كيعرفوا. وثاني كيسهل عليهم شنو حتى كيضبطوا وتتبعوا حركه التنقل ديالك في تلك الدول. لان شنو المستجد اللي جاب هذا والايجابي اللي ربحوا اللي عندهم، الناس كانوا كياخذوا الفيزا عاديه، واش كيقوم ملي كيمشي كيتجاوز المده القانونيه كما كنقولوا كيحرق، كيصعب عليهم يضبطوا المكان ديال التواجد ديالو. ولكن دابا ملي كتعبر في البلاتفورم كتحدد فين غتمشي والمده، وفي البلاتفورم كيطلع عندهم هذا السيد هذا كيتافيش لهم فوقاش دخل فوقاش خصو يخرج. حتى النهار اللي ما خرجش ترجع للمغرب كيطلع ما يسمى بواحد الميساج داليرت، واحد يعني رساله انذار بان السيد راه بقى كيتواجد، وكيسهل انهم يعني يضبطوا المكان ديال التواجد ديالو. يعني التساؤل كيتطرح، يعني واش غتبقى نفس الطريقه القديمه او من غنمشيو فيما هو الكتروني، كاين طريقه اخرى واجراءات جداد وبروتوكول جديد. هو حسب القرار اللي صدر هو ان فعلا كاين واحد التغيير، ولكن على مستوى الوثائق كتبقى نفسها. الوثائق اللي كانت مطلوبه في الطريقه التقليديه والكلاسيكيه
فكتكون هي نفس الوثائق. غير هنا الطريقه ما غتبقاش، لان داك الطالب ديال الشخص المغربي او المواطن المغربي اللي غيرغب في الحصول على الفيزا بقى يتنقل يعني الشركه اللي كتعمل كوسيط ما كيبقاش يتنقل، لان هذا اللي بقى يرسلها في واحد المنصه الكترونيه. كما قلت لك المنصه الالكترونيه غتكون موحده على صعيد دول الاتحاد الاوروبي، باستثناء الدول اللي ما داخلاش، واحد 3 دول ما داخلينش في الاتحاد الاوروبي. اذا موحده، المعلومات كامله اللي كانت كتولي انت تسكان كتعمر، يعطيك واحد لي شون، كاين واحد يعني البيانات خصك تعمرها. هذيك البيانات ربما هي اللي كنتي كتعمر في الورقه غتعورها دابا سوف الكترونيك بطريقه الكترونيه. كتولي تسكاني الباسبور ديالك، كتسكاني بعض الوثائق وكترسلها له. اذا ملي كترسل هاد الامور هذيك كيقوموا يعني كتنشا اصلا واحد الحساب، بعدا خصك دير واحد لو كونت، واحد الحساب ديرو في البلاتفورم بسميتك انت، وعندك انت اللي كيكون عندك القيد السري اللي كيتسمى المود باس، وكيصيفط لك واحد لو كود اللي كيبقى هو عندك بروفيسيونيل ديالك، كيولي او بيرسونيل كيكون شخصي. دونك حتى ما يقدر يعرفوا اما شكل كيو او واحد رمز ارقام، او دونك كيكون عندك واحد الرمز انت اللي كتكون عارفه. كتدخل كتنشئ هذا الحساب هذا، ملي كتنشئو كتدخل البيانات كامله وكترسلها. اذا ملي كترسلها كيجاوبوك هما يفضل. دونك هذه هي المسطرات اللي كاينه، ولكن يمكن توقف على واحد الشرط. شنو هو اداء ديال المصاريف؟ بمعنى المصاريف اللي كانت قبل راه هي اللي بقات، غير السؤال اللي كتطرح واش نفس المصاريف ولا تختلف. لان من قبل كنعرفوا كل دوله كتحدد مصاريف ديال الفيزا، مثلا هذه الدوله كدير 900 درهم، الاخرى كدير 1200. دابا هنا المصاريف تكون موحده. اذا كي دفعتي لاسبانيا، كاين فرنسا، كاين ايطاليا، كاين انجلترا، كاين اي دوله اخرى نفس المصاريف. غير هنا كاين واحد في هذا البروتوكول باش يعرفوا الناس في هذه الاجراءات، ولات واحد العمليه جديده. من بعد ما كتحددش الدوله اللي غتمشي ليها، كتقصد واحد الدوله معينه كتقدم لها الطلب. دابا ملي كتدخل في البلاتفورم او في المنصه الالكترونيه كتحدد شكون هي البلاد اللي غتمشي لها. وهذا البلاتفورم هي تبع الاتحاد الاوروبي، كياخذ هذه المفوضيه الاوروبيه والاتحاد الاوروبي كياخذ كاين واحد المؤسسه هي اللي كتمثل الاتحاد الاوروبي، كتقوم بتدبير هذه الامور. كتحيل هي اللي كدير الترانسفير، كتصيفط هذه الملفات. مثلا عمرت انا اسبانيا، كديك لي دوسي كتاخذهم كتصيفطهم لاسبانيا، كيجاوبوك مباشره في واحد الشكل وجيز واش قبلوا ولا رفضوا. من بعد كيصيفطوا لك الفيزا، غنشوفوا كيفاش الفيزا كيعطيوها لك. لكن اذا بغيتي تصيفط مثلا 3 ديال الدول او 4 ديال الدول، داروا واحد القضيه جديده كتحدد الا بغيتي دير زياره لعده الدول في اذا انا باغي اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا، كيقول لك حدد لنا شكون هي الدول اللي غتمشي لها. ملي كتحددها كدير طلب واحد، ولكن كتصيفطوا لهذه المؤسسه اللي تبع الاتحاد الاوروبي هي اللي كتختار لمن تصيفطوا. اذا كتقول لك ربما انا غنصيفطوا لاسبانيا او هولندا، اذا كتختار كتصيفطوا لدوله من الدول اللي كتقوم بالمعالجه ديال الطلب ديالك، وهي اللي كتعطيك فيزا شينغن، وهي اللي كتاخذ الصوائر والمصاريف. وهذه الفيزا كتجيك في شكل شنو؟ كتجيك ورقيه، يعني في شكل انكود، ما كتبقاش تفادينا داك الملصق اللي كتلصق. ولكن هذا في حد ذاته، داك الشخص اللي غيقدم الطلب شنو المفروض انه ملي كيدلي الوثائق اللي كتثبت انا بغيت الفيزا من اجل كذا وكذا، عندي زياره لاسبانيا، او عندي مستشفى باغي نتعالج فيها، او عندي موعد، او عندي صفقه وكترفق. ولكن حتى ربما كتبان انها سهله. ملي كترفق انت مثلا الحجز ديال الموعد في احدى الدول، هذا كيبين بانك انت باغي تمشي لديك الدوله هي الاولى. حيت بارمي لي الوثائق اللي كيكون ريزيرفاسيون ديال واحد لوطيل، مثلا انا غنمشي عندي باغي ندير واحد الجوله سياحيه في اسبانيا، ولكن كندير لا ريزيرفاسيون الاولى في اسبانيا. دونك كتبقى مساله حتى التعزيز ديال الوثائق ديالك، كتشرح فيها فين باغي تمشي، واش للاستشفاء. دونك هنا كتبقى، ولكن هنا راه ماشي مشكل، حيت هي شينغن ملي كتاخذ فيزا شينغن ماشي بالضروره. مثلا كاين عندي باغي ندير واحد الجوله في فرنسا، في اسبانيا، في هولندا، وفي بلجيكا، ولكن كما قلتي واحد السيد اللي بغى يدير هذه الجوله عنده مثلا واحد العمل في هولندا، وهما عطاوه الفيزا شينغن ديال اسبانيا، راه كتسمى شينغن، عنده الحق يدخل من اي دوله بغى، ماشي بالضروره اسبانيا. شينغن كتسمح لك بحريه التنقل في دول الاتحاد الاوروبي. نقدر ناخذها انا تعطي لي اسبانيا، ولكن نقدر نمشي لفرنسا هي الاولى، ما كاينش اشكال. هذه الناحيه كتبقى الصلاحيه يعني الجهات اللي كتقوم بدراسه الملفات. لان باش نعرف انا واحد السيد عنده صفقه غيبرمها، صعيب بما كان انت كدير لي طلب مجرد كتعطيني بعض الوثائق اللي طلبتها لك، ريزيرفاسيون ديال لوطيل، الحجز ديال الفندق، يعني التاريخ اللي بغيتي تدخل للبلاد، والتاريخ اللي بغيتي تخرج منه، والمسائل اللي كتثبت القدره الماليه ديالك على انك قادر تنفق على راسك في الخطه الى غير، ثم الوثائق ديال التامين الى غير ذلك. فهنا ما كنطلبش لك اعطيني شي وثيقه باش دير شي عمل. دونك هنا كتبقى الصلاحيه لتلك الاداره. مازال ملي كتقول غادي نمشي نداوى، حيت كتجيب شنو بطبيعه الحال كتكون واحد الموافقه مبدئيه ديال المستشفى اللي غتمشي تداوى فيها او تتعالج فيها. هنا كياخذوا هذه الامور بعين الاعتبار، ولكن هما غالبا الطلبات راه كتكون حسب التواريخ ديال الايداع. ما يمكنش انا قدمت طلب اليوم وانت تجيب واحد موراي ب 15 يوم وتقدمي الطلب ويجاوبوك قبل مني.
كيراعيو المساله ديال التواريخ، ولكن هذا العنصر ديال الاستعجال ملي كيكون مثلا في المساله ديال التطبيب بطبيعه الحال كنظن انه كيتخذ بعين الاعتبار. شوف، اي حاجه عندها الايجابيات وعندها السلبيات ديالها، غير كتبقى النسبه كتختلف. فعلا كاين سلبيات، كاين جانب واحد السلبي. الا حنا غنحاربوا واحد الظاهره ديال الاحتكار ديال المواعيد ديال الفيزا، هذا امر ايجابي ومطلوب، ولكن بالمقابل راه عندنا واحد السلبيات كبيره، لان كاين مجموعه ديال الناس ما كيعرفوش انهم يشتغلوا في الحواسيب، او كاين اللي باقي ما كيعرفش يخدم حتى في التليفون. كاين اللي كيعرف غير الهواتف الذكيه اللي حاليا كيعرف غير يتصل وكيحبس المكالمه، ما كيعرفش يدخل لي زابليكاسيون، ما كيعرفش يدخل حتى للانترنت. دابا كاينين الناس مساكن اللي ما قاريينش، كاين مثلا الناس اللي ما قاريينش، كاين اللي ما كيعرفش اللغه الفرنسيه الاسبانيه، كيعرف غير العربيه، كاين اللي ما عندوش كاع الحاسوب في الدار، كاين مثلا انت كتطلب له موعد، اذا ما كاين اللي ما غيقدرش يدخل للبلاتفورم، ما غيعرفش لي زيتاب او المراحل، ما غيعرفش. دونك هنا كاين واحد النسبه كبيره ربما ديال الاميه، ماشي حتى الاميه، عدم الالمام بالتقنيه ديال المعلومات، تشكل واحد العائق امام العديد من الناس انهم يمشيو يبقى يقلبوا ويطلبوا المواعيد ديال الفيزا. هنا شنو غيؤدي هذا الجانب هذا؟ غادير واحد الدائره اخرى تنشط عندنا. شنو هو؟ غيوليو عندنا واحد الناس اللي كيشتغلوا في هذا الاطار، بغيتي موعد اجي نشدوا لك. اذا غيبدا بطريقه اخرى غيدور عند واحد الفئه اللي غتبقى تشتغل بحال لي سيبر، بحال داكشي اللي سيبر غيرجعوا لي سيبر كافي، ولا واحد الاماكن مثلا واحد السيد غدا غيدير كراج يقول لك واحد المحل وغيفتح ويقول لك يعني الحصول على مواعيد او مثلا ملء استمارات فيزا شينغن. اذا قال شي عنده شوش غادي يحسب لك، ربما غيستغل عدم المعرفه ديال الناس بهذا الشيء ديال المعلومات، وبقى واحد المبلغ كبير. اذا باش يعمر له غير هذا نقدر نقولوا 300 400 درهم 200 درهم، ولكن بار كونتر الناس اللي عارفين شويه قارين ما غيمشيش لعند دوك الناس. اذا واحد الفئه غتولي عرضه للاستغلال. وحتى المشكل ديال هذه الفئه هذه ملي غتمشي عند واحد الناس شكون اللي قال لك ديك المعلومات ما غتخرجش ما غتسربش. اذا كنولي حتى المساله ديال حمايه المعطيات الشخصيه. اذا هذا السيد مشى سقف في واحد السيده ولا واحد السيد باش يعبر له دوك البيانات وباش يحجز له واحد الموعد ديال الفيزا، فبالتالي شكون قال لك المعلومات اللي عنده بقات مخزنه في الحاسوب انها ما غتسربش. المعطيات الشخصيه ديال الاشخاص راه ماشي فقط يعني غير عند هاد الناس اللي كيقول لي غيقوموا مثلا يستغلوا الوضع دي يقدموا خدمات للراغبين في الحصول على الفيزا باش يملؤوا لهم يعني المعلومات ضمن المنصه الالكترونيه. ولكن حتى على مستوى دول الاتحاد الاوروبي ماشي غير عندنا، شكون اللي قال هاد المعطيات اللي غنعمروا حنا في هاد البلاتفورم او في هاد المنصه الالكترونيه ما غيتمش يعني المساس بها. هما غياخذوا معطيات باش يقدروا انهم يتمكنوا يضبطوا الهويه ديالنا، الاماكن ديال التنقل ديالنا، يعني هما ولاو كيعرفوا على كل شيء. ولكن كاين ما يسمى بلي هاكرز، هاد الناس اللي كيديروا القرصنه او اللي كيخترقوا او المخترقين مواقع الالكترونيه. الناس راه اخترقوا مواقع عالميه، يعني مواقع امنيه ومؤسسات ديال المؤسسات اللي هي دوليه عالميه وكبيره، ما غيصعبش عليهم انهم يخترقوا بعض المواقع مثلا. فبالتالي شكون اللي قال شنو الضمانات القانونيه ان هاد الناس هي عندنا قانون في المغرب ديال الامن السيبراني وديال حمايه المعطيات الالكترونيه، وكاين لاسين دي بي اللي كتدير يعني تحمي تبادل المعطيات ديال المواطنين. ولكن المشكل هو مشكل عالمي اكثر ما هو مشكل داخلي او مغربي او وطني. اذا هذه المعطيات الشخصيه شكون اللي قال لي انها ما غتخترقش واحد النهار وغيتم التسريب ديالها؟ راه عرفنا مثلا حنا غير القضيه ديال ويكيليكس سربوا عده معطيات بيغاسوس. اذا فراه بمعنى ان المخترقين او كاين تبارك الله ناس شباب راه كيبدع غير في هذا المجال، سواء مغاربه او اجانب في مختلف الجنسيات. اذا المشكل اللي كتطرح هذه المعطيات او هذه البيانات شكون اللي غيعطينا الضمانه بانها ما غتخترقش واحد النهار وغتسرب وغتولي عرضه ماشي غير يعني التشهير او يعني الافصاح امام الناس، ولكن يقدر يستغل ديك البيانات ويبرم بها مثلا تعاقدات اخرى. راه هذا هو الخطير في الامر. ربما حاليا المشاكل كتجيب عن طريق ما يسمى بالممارسه. دونك كتكون تنبؤات، كتكون واحد الرؤيه بان تقدر تكون واحد المشاكل اللي هي يعني مستقبليه، ولكن الواقع العملي والتجربه والممارسه هي اللي كتفرز لك المشاكل. اذا المشكل دابا ديال القرصنه والاختراق المعطيات مطروح، المشكل ديال استغلال بعض الاشخاص لاشخاص اخرين ما كيعرفوش يعمروا هذه البيانات في المنصه الالكترونيه حتى هو مطروح. ولكن ربما مشاكل اخرى اللي تقدر اننا زعما نقولوا راها غتطرح في المستقبل يعني القريب صعب. لكن كاين مشكل اخر ربما ماشي هو قانوني، وربما نقدروا انه مشكل تقني بالدرجه الاولى، هو هذا البلاتفورم او هذه المنصه. بمعنى ملي غنعتمدوها شكون اللي قال واحد النهار ان هذه المنصه هذه الناس ما غيصعب عليهم او ما غيصعبش عليهم الولوج ليها. كنعرفوا لا كونيكسيون، كنعرفوا بان راه كاين يعني المشكل ديال ان بعض المرات كتدخل غير واحد الموقع ما كتقدرش انك تصفح
الموقع بسهوله، لان علاش كاين الضغط. فتخيل معايا دابا مثلا هذا ديال الاتحاد الاوروبي ماشي غير المغاربه، الناس من دول اخرى حتى غيبغيو يحصلوا على الفيزا، بمعنى غيكون داك كما كنقولوا السيرفور ثقيل، ربما كيقولوا الموقع طايح فيه عطب. فهذه اشكاليات ربما اللي غتخلق واحد التذمر عند تقدر ديك الدول تكون مقصوده، وان الناس بحال ما بغيتكش تدفع لها عندي. هذا من جهه الضغط حتى هويا. فحتى مساله ديال يعني الجواب على الاشخاص الطلبات ديالهم. دونك انت ملي كتكون مثلا في المغرب وما كيجاوبوكش كتمشي لعندهم، دابا مع من غتواصل؟ اذا شكون هي الجهه اللي غتواصل؟ شكون اللي غيجاوبك؟ هذا مشكل مطروح. واش ديك المؤسسه اللي كتشرف على التدبير، او القنصليه اللي حالوا عليها مثلا، او الدوله اللي حالوا عليها الملف من اجل المعالجه ديالو؟ هذه كل مشاكل كتطرح. حتى المساله ديال الرفض، بمعنى الرفض ملي غيرفضوا لك الفيزا ديالك، دونك المشكل دارك الفيزا ملي يرفضوها لك، واش عندك الحق تحتاج ولا ما عندكش؟ بل المشكل الخطير اللي كنا واحد المشكل قانوني هو هذا ما يسمى بالاداء الالكتروني. راه ما ساهلش، راه واخا كيقول لك بيمو الكترونيك خلص بلا كارت كتبان لك انت ساهله، راه عندها واحد الخطوره كبيره. راه هذا هو الخطير في الامر. انا نفضل انني نمشي ونخلص يعني كما كنقولوا كاش بالفلوس اسبيس، وما نخلصش الكترونيا، لان كاين دي هاكرز اللي كيتربصوا بهذه الامور. راه كيقول لك انا ناخذ ديك لي كارت ديالك. لان شوف كاين دابا كاين دابا مثلا واحد لوجيسيال دي بروغرام، كيجي واحد السيد مختص في مجال المعلومات، تقنيه او مهندس في المعلومات، كيكون عنده واحد الجينيراتور. هذاك الجينيراتور كتكري انت بحال واحد البروغرام، كتعطيه نمره ديال لا كارت فيزا مثلا، كارت او بطاقه بنكيه، كيعطيك مثلا 1000 رقم ديال البطائق البنكيه. من داك ال1000 على الاقل غتلقى واحد 100 ولا واحد 20 خدام. وشكون اللي قال لي انا هذاك ما نبقاش متبع؟ كاين دي هاكر اللي يقدر يتبع مثلا الدخول، يعني حيت الناس غيبدا يطلبوا الفيزا بشكل ساعه مور ساعه، هو النهار كامل هو جالس. شكون اللي قال انه ما عندوش واحد البرنامج ديال المعلومات اللي يكون مثلا ديفلوبي متطور بزاف، غيعرف بان البيمو غيدوز، يقدر هذاك البيمو او الاداء الالكتروني اللي غيدوز بالبطاقه يقرصن لك البطاقه ديالك. بمعنى اذا كان اللي عنده الفلوس مثلا في البنكه غدا يلقى ما عنده حتى ريال. هذا مشكل خطير. واحد عنده مثلا في البنكه 100 مليون، غدا ما يلقى صفر درهم ولا يلقى 10 مليون. وهذه الامور وقعت، الناس راه كانوا على حافه الافلاس بسبب هذه الاختراقات. جواب على السؤال ديالك، هو المساله ديال تدخل الدوله المغربيه في ضبط او في حمايه المواطن بصفته مستهلك في اطار هذه الخدمات اللي ربما غيحصل عليها على مستوى تقديم طلبات الحصول على فيزا شنغن. هنا ربما نقدر الجواب يكون عنده جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو ان الدوله المغربيه تقدر تدخل في واحد حاله اخرى ما تدخلش فيها. نبداو بالحاله الثانيه، وهذا المواطن المغربي اللي غيبغي يرغب في الحصول على فيزا شنغن، اذا هنا اصبح التعامل ما بقاش مع واحد الشركه اللي كتلعب دور وسيط ما بين المواطن المغربي وما بين القنصليات اللي كتواجد في المغرب، سواء الاسبانيه الايطاليه الفرنسيه الى غيرها ديال دول الاتحاد الاوروبي، ولكن غيولي عنده واحد التعامل مباشر مع المؤسسه اللي يعني تم التاسيس ديالها على مستوى المفوضيه الاوروبيه او دول الاتحاد الاوروبي اللي كتقوم بتدبير هذه الامور. اذا هنا اصبح بعد دولي، بمعنى كتعامل مع واحد المؤسسه خارج الحدود الوطنيه او التراب الوطني، اذا ما كتبقاش خاضعه للرقابه ولا النفوذ ديال الدوله المغربيه. اذا هنا انت بحال كما قلت لك التجاره الالكترونيه، الاي كوميرس، ملي كتجي كتعاقد انت في واحد الصفقه ولا كتشري واحد المنتوج من واحد الدوله معينه، من بريطانيا ولا من ايطاليا، انا ما كدوله ما عندي ما ندير لك، لان انت بغيتي تمارس واحد المهام، عفوا واحد العمل او واحد النشاط خارج التراب الوطني، فتحمل التبعات ديالو. ولكن هنا فين تقدر ان مثلا يعني الدوله انها تدخل، راه كانت كتدخل فاش كانت الوقيته تلك الشركه او باقي حاليا هذه الشركه اللي كتلعب دور الوسيط، ملي كانت قامت بواحد الخروقات بطبيعه الحال، وكانوا الناس كيقوموا يحصلوا على المواعيد ديال الفيزا بشكل غير قانوني، خاصه فيما يتعلق بالاحتكار نتاع طرف الاشخاص. هي هنا الدوله دخلت عن طريق الدبلوماسيه الخارجيه، في شخص يعني وزاره الخارجيه اللي كانت تواصلات مع الدول الاوروبيه باش انها تعطي التعليمات ديالها لهذه الشركات تخدم تبدل طريقه تغيير المواعيد اللي تكون شويه في نوع من الامان وكتقطع الطريق على دوك يعني لي هاكرز كما كنقولوا. ايضا حتى المساله ديال النيابه العامه كانت واحد الوقيته كانت دخلات وتابعت هاد الناس. اذا يمكن في هذه الحاله نقدروا نقولوا ان الدوله تدخل من اجل مثلا حمايه المواطنين المغاربه كمستهلكين، يعني هو مساله ديال تعزيز يعني الرقابه الامنيه. الرقابه الامنيه في ماذا؟ في المجال اللي كيتعلق بلي هاكرز، خاصه كما كنقولوا دابا غيولي التعامل الالكتروني فيما يتعلق بالحصول على الفيزا. اذا المعطيات ستكون متاحه امام الجميع، اذا كتولي الخطر ديال القرصنه والاختراق يعني بشكل كبير
كيكون محتمل. فهنا يمكن في اطار كما كنعرفوا ان القدرات المغربيه في المجال الامني راها كبيره، خاصه عندنا الامن السيبراني الجانب المعلوماتي. كاين خليه تبارك الله امنيه اللي كتشتغل بواحد الشكل كبير، وفي الظل في هذا الاطار هذا كاين قانون حمايه المعطيات الشخصيه، كاين لا سين دي بي حتى هما. اذا في هذا الاطار هذا كيمكن ان يعني الدوله المغربيه تساهم في وضع حد هذه العمليات ديال الاختراق والقرصنه اللي يقدروا يقوموا بها مثلا دوك لي هاكرز في مواجهه يعني الاشخاص اللي كيتقدموا بطلبات الحصول على الفيزا. كما قلت لك ان اي عمل عنده الايجابيات والسلبيات ديالو، الامر يختلف بحسب النسب. الجانب الايجابي هنا هو ان هاد المواطنين المغاربه اللي كيرغبوا في الحصول على تاشيره الفيزا شينغن، دونك ملي غتولي دابا هاد الطلبات غتقدم بشكل الكتروني في واحد المنصه الكترونيه، هذا شنو الايجابي اللي كيعطينا واحد الجانب ايجابي ان داك الشخص المغربي او المواطن المغربي يتعفى من التنقل. اذا ما باقيش غتنقل انت عند ديك الشركه وتبقى تسنى، مثلا الا عندك الموعد مع التسعود احيانا راه حتى ل 11 كتوصلك النوبه، كاين اللي كيبقى النهار كامل تما. اذا ثاني حاجه ما غتبقاش تنقل، لان مثلا تجي للرباط ولا للدار البيضاء ولا فاس، اول حاجه بعد عندك المصاريف ديال التنقل، ربما عندك الفندق غير ستاسيونمون، كاين اللي كيكون خدام ربما ما تعطيش المؤسسه اللي كيشتغل فيها او الاداره يشتغل فيها واحد الرخصه باش يمشي. اذا هذه المساله الاولى كتعلق كما قلت يعني بربح الوقت وتفادي التنقل والارهاق وتفادي مصاريف اضافيه اخرى. ثاني شيء حتى السرعه ديال البث او معالجه الملفات، لان ملي كتكون الملفات ورقيه كيصعب ان خصها واحد الدراسه وهذا، ولكن ملي كتكون منصات الكترونيه بمعنى ان المعلومات اصبحت متاحه عند دوك الناس في واحد الظرف اللي هو واجز، فهذا في حد ذاته هو كيشكل واحد العامل ربما اللي هو ايجابي لفائده يعني المواطن المغربي. كما كنعرفوا ان مثلا المغربي اللي كيكون مقيم في الاتحاد الاوروبي راه كيكون معفي من الفيزا، يعني باستثناء ثلاثه الدول اللي كنقولوا دابا اللي خارج الاتحاد الاوروبي ما منضماش، سويسرا والنرويج الى غير ذلك وايسلندا. ولكن هنا عندنا مقيم في الاتحاد الاوروبي راه كنتنقل بكل حريه، انا غير ملزم باش انني ناخذ فيزا شينغن. عندي ما يسمى ب يعني اوراق الاقامه، ملي كتكون عندي الاقامه راه كنتعفى غير هي تجدد بحسب يعني على حسب من دوله لدوله الطرق ديالها والاجراءات ديالها، فانا معفي. كيبقى ربما المغاربه ان صح التعبير اللي كيقطنوا مثلا في الدول العربيه ماشي في دول الاتحاد الاوروبي، هنا كنشوفوا على حسب يعني نوع المعامله ما بين تلك الدول بالاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي ما كيطلبش الفيزا لجميع الدول، واش مثلا واحد في قطر ولا في الامارات واش كيطلبوا له مثلا الاتحاد الاوروبي الفيزا؟ اذا بصرف النظر واش انت مغربي ولا قطري ولا اماراتي، لان كنشوفوا من القدوم ديالك منين جاي وحتى نوع جواز السفر. لان مثلا واحد المغربي عنده جنسيه اماراتيه او جنسيه قطريه او جنسيه سعوديه وعنده جواز يعني وطني ديال الدوله، دونك هنا عنده ازدواجيه في الجنسيه. اذا بغى يمشي هو مثلا من الامارات لاسبانيا ولا فرنسا ما بغاش يمشي بجواز المغربي حقه، يعني كيقول لي انا كان يعني حاليا كنحصل على جواز اماراتي وعندي جنسيه اماراتيه غنمشي. كتبقى المساله دول الاتحاد الاوروبي واش كيفرضوا لديك الدول مساله الفيزا. الا كانوا كيفرضوا عليهم حتى هما الفيزا راه نفس الطريقه غيتم التعميم ديالها سواء علينا او عليهم حتى هما. المواطن المغربي ملي كيقدم الراغب في تقديم طلب الحصول على فيزا شينغن بشكل الكتروني، المساله ديال الحمايه ماشي بيديه، فهمتي ماشي بيديه، ولكن ان كانت بيديه بطريقه اخرى، لان كما قلت لك في الاول قبل ما يعني المعلومات في المنصه الالكترونيه كيدير واحد الحساب، كيقوم بانشاء واحد الحساب. هذا الحساب دونك كتكري واحد لو كونط عندهم، كيجيك واحد الرمز اللي هو سري، واحد القن، اما كيجي في الكوير شكل ديال الكوير ولا المود باس، هذا خصو يحافظ عليه لان هذاك هو اللي كيعطيه الصلاحيه باش كيبقى يدخل لذاك الحساب، لان غيكون دائما عندك حساب شخصي معاهم. بحال ملي كدير واحد الايميل ديالك او حساب مثلا في واحد مثلا، دونك هذاك حساب خاص عندك الرقم السري ديالو، الا مشات تعطى لشي حد يقدر اي شخص يدخل يطلع على المعلومات ديالك والبيانات ويخترقها الى غيره. فبالتالي النصيحه اللي نعطي هو ان هذا الرقم السري الانسان يحاول يحافظ عليه وما يعطيش لاي شخص كما بغى يكون، لان الحمايه ديال المعطيات الشخصيه ديالو راهنه بالحفاظ على هذا القن هذا. ثم كتبقى مساله اخرى كما كنقولوا في ظله، لان هذه المعطيات انت ملي كتعطيها للجهات الاخرى ديال الاتحاد الاوروبي كتصبح من حقهم يعالجوها ويتصرفوا فيها كيف ما بغاو، لان كتبقى العنصر ديال الخطر قائم. شنو هو الدوله بعدو تقدر تكون عرضه للاختراق او القرصنه، دونك هذا حتى راهن حتى الحمايه من طرف يعني الجهات المشرفه واللي كتصر على تدبير هذه الملفات او الطلبات ديال الفيزا.